السلام عليكم متابعي قناة ملك وأهلين. إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. اليوم معنا فيديو جديد نلتقي فيه معاكم في عبارة عن جميع اللحظات الجميلة والتاريخية اللي عاشتها بعثة فريق الرجاء في خلال الزيارة لفلسطين الحبيبة. حبيت نقول إنه هذه الزيارة هي زيارة الرجال رغم أنف الاحتلال، وهذه الزيارة مش تطبيع كما زعم بعض الصحفيين اللي ما يستحقوش نذكر أسمائهم. وفي معنا طبعا تصريح قوي جدا لسائق الحافلة، سائق حافلة الرجاء، اللي هو تصريح صراحة يعبر عن أحاسيس وحب الشعب الفلسطيني للشعب المغربي، واعتذار السفير الفلسطيني في المغرب جمال الشوبكي لفريق الرجاء ولجماهيره كاملين لعدم سماح الاحتلال بدخولهم الأراضي الفلسطينية. وأيضا استضافة نادي الوحدات الأردني اللي هو من أصول فلسطينية. نادي الوحدات كما يعرف البعض هو نادي أسسه اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. استضافة نادي الوحدات لإخوانه جماهير الرجاء الذين لم يتمكنوا من دخول لفلسطين، أو سلطات الاحتلال أرجعتهم إلى الأردن لعمان، فاستضافوهم وتفرجوا في مباراة الهلال مع الرجاء مجموعين مع بعضهم. إذا نتمنى نكون ما طولت عليكم في الحديث، نخليكم مع الفيديو، شاهدوا من فضلكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس. نتمنى نكون الفيديو يعجبكم إن شاء الله. شكرا لكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. بصدق انا بحكي هذا الكلام لكل بني ادم في حكومة المغرب شعبا وملكا. انا بقول صدقوني يا جماعة الخير، من اللي انا بشوفه من الفيديوهات واللي اشي بأشعر البدن، وانا فريقي نزل عندكم لعب معاكم، انتوا الحب الحقيقي عن جد، انتوا الحب الحقيقي. شكرا. يعني انا بطلع على مباراة بتقعد حركة ساعة وساعة وشوي، حناجركم هذه ما بتسكت وانتوا بتهتفوا لفلسطين، ويا ريت كل الدول العربية زي ان شاء الله. ان شاء الله. لانه لو كل الدول العربية زيكم اقسم بالله كانت حررت فلسطين. يا اهلا وسهلا. ان شاء الله. شكرا. هذا كلام مؤثر. ان شاء الله نتيجة ما بتهمنا النتيجة، احنا بتهمنا قلوبكم وزيارتكم لفلسطين قبل كل شيء. احنا بنرحب فيكم باسم القيادة الفلسطينية، باسم الشعب الفلسطيني، باسم كل فرد فلسطيني بنرحب فيكم ونقول لكم اهلا وسهلا فيكم، نورت فلسطين بوجودكم، اهلا وسهلا. وان شاء الله النتيجة ما هي الا هيك، احنا نطلع لمباراة طيبة بين اخوة، ما في غض النظر مين الفائز. اهلا وسهلا فيكم. ايش بدك قول لي ايش ناصر خلي الباب فاتح. يسعد مساكم جميعا. وصول البعثة الرجاء المغربي لأرض الوطن. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام. بعد كل المعوقات على جسور الاحتلال والانتظار لساعات، اهلا وسهلا بالشباب. اهلا وسهلا يا شباب. اهلا وسهلا يا شباب.
نرحب بفريق الرجاء المغربي في فلسطين ونتمنى له رحلة ميمونة موفقة، ونعتذر لهم ولجمهور الرجاء على عدم تمكن وصول جمهور الرجاء إلى فلسطين، والعائق هو بسبب الاحتلال الإسرائيلي. نتمنى أن يزوروا فلسطين عندما تكون القدس محررة، ونستقبلهم جميعا في القدس وفي فلسطين. لا إله إلا الله. جمعة مباركة. مما تقوم به بفترة الشباب وصحتك قبل سقمك فيها برضو شباب، وغناك قبل فقرك الغنى. وأيضا من الأمور الهامة التي حضرنا منها أن نستغلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفراغك قبل ايش؟ شغلك وحياتك قبل موتك. إذا استغلت هذه الأمور وسرت عليها أنت من الفائزين. المترو العرش ونارا. مرة يا عيني يا عيني عمر ولا
فريق الرجاء البيضاوي وجمهوره العزيز وكل إخواننا المغاربة هم سندنا في هذه المدينة، هم سندنا في مدينة القدس. نعم، هناك حي من أحياء مدينة القدس وهو حي المغاربة. نعم، أنتم كنتم هنا وكنتم تدافعون عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهذا شرف لنا، لأن القدس ليس فقط للفلسطينيين لوحدهم، القدس والمسجد الأقصى هو لكل الأمة العربية والإسلامية. نعم، نرحب بكم باسم أهالي مدينة القدس، نقول لكم أهلا وسهلا بكم، ونتمنى دائما أن يكون هناك زيارات لمدينة القدس، وهذا ليس تطبيعا